السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إعزاز وتقدير لكل اللي بيسمعني. أنا خارجة النهاردة أتكلم على علي مهدي، علي حسين مهدي، اللي صدع الشعب المصري وكل يوم ويتكلم وهنشيل النظام وهنسقط النظام والحبتين الحمر دول، وفي الآخر طلع أمنجي، وفي الآخر نزل وهو مع النظام وخد الفيلا المحترمة اللي قاعد فيها وعايش عيشة حلوة بقى والكلام ده كله، وبياكل لقمة حلوة والكلام ده كله. فدلوقتي ايه؟ بيلعب على الشعب وبيغيب الشعب ويتخن صوته على الشعب ويقول للشعب انتوا اسمعوا وانا مش عارفه ايه. وتخن صوتك ليه؟ انت فاكر نفسك مين؟ انت حيالله واحد جابوك علشان يسكتوا المعارضة ويخلوا الشعب المصري يشعر باليأس ان انت اهو انت رجعت وغيرك يرجع والكلام ده كله، وان مفيش ثورة تانية هتقوم. ان شاء الله الثورة هتقوم غصب عنك وعن اللي يتشدد لك زي ما بيقولوا. ان شاء الله. انت خارج تضرب في علي في اسمه ايه دوت انس حبيب واخوه طارق حبيب، بتضرب فيهم ليه؟ انت ما قدرتش تفتح بقك. خلاص بقى اركن على جنب علشان ما حدش يهزقك يا علي. اركن على جنب عشان ما تتهزقش، خليك في حالك. الشباب دي بتحاول بتسعى، انت ضعفت وخدت الفيلا وخدت تلاقيك العربيه وخدت الكلام ده كله وضعفت. ده ادعى بقى ان انت تركن وتسكت. استمتع وعيش حياتك اذا كنت اصلا مستمتع، واذا كنت اصلا عايش حياتك استمتع وعيش، وابعد عن الشباب. سيب شباب مصر ولاد مصر الحقيقيين يرجعوا مصر تاني زي في 25 يناير. سيب الكرامة ترجع لينا كلنا من تاني. كفاية كده واركن على جنب. اركن على جنب انت وكل اللجان اللي زيك. بكرة كلكم تتكشفوا ان شاء الله، وربنا يكشفك ويكشف غيرك. وما تفتكرش ان انت هتضحك على الشعب المصري. يلا حل عننا بقى بلا قرف. انت وكل اللجان اللي هم مزقوقين على الشعب وعاملين نفسهم ويخرجوا يقول لك ايه؟ لا سبيل الا بالقوة. قوة ايه يا ابو قوة؟ اذا كنت انت ولا غيرك كلكم شوية يعني. الله يسهل لكم، الله يسهل لعباده. والسلام عليكم ورحمة الله.